السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم الوصفه نتاع لي دات فوغي او التمر المحشي اللي ديجا من قبل بارطاجيت معكم بعض اللقطات، وكاين اللي يحبوا الوصفه بالتفصيل. سمحوا لي راني روطار شويه عليكم. المهم اليوم ان شاء الله راح نتعرفوا على هذه الوصفه، على الحشو اللي راني استعملت زوج انواع تاع الحشو، فيه زوج بنان بزاف، وكذلك التزيين. بالنسبه للتزيين استعملت كذلك عده اذواق. المهم لهنا قبل ما نتعرفوا على الوصفه حبيتكم كامل تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه راح نبدا بها اني لهنا راح نخدم العقده او الشحور اللي راح نجمع به العقده نتاع اللوز. عندي لهنا 100 غرام تاع الفوندو، عندي كذلك 100 غرام تاع الجلوكوز، وعندي 100 غرام نتاع الماء. تقدروا تستعملوا الماء ماء عادي من الحنفيه او الماء زهر. هو من الاحسن نستعملوا ماء زهر هكذا باش يجي لي التمر هذا تاعنا يجي منكه بالماء زهر، يجي بزاف بنين. اللي ما يقدرش يستحملوا ماء زهر يديروا نصف الكميه من كل نوع. لهنا راح نوزن جميع المكونات كما قلت لكم 100 غرام في كل حاجه، ونحطهم على النار مع رشه تاع الملح ولا فاني. نحطهم على النار حتى يذوبوا ذوك المكونات تماما ويتجانسوا. هاد العقده ولا هذا الشحور راح يقعد معاكم في الثلاجه لمده طويله، تقدروا تستعملوه في جميع المعسلات او الحلويات من هذا النوع. كذلك اذا كانت عندكم كميه كبيره بالنسبه للناس اللي يخدموا مشاريع تاع لي دات فوري، تقدروا تخدموا كميه كبيره وتحتفظوا بها. لهنا راح نضيف الرشه تاع الملح وكذلك لافاني كما قلت لكم، ونحطهم فوق النار تكون هاديه حتى يذوبوا لي تماما ويعودوا بحراره درجه حراره الغرفه، يبردوا تماما. في هذه المرحله راح نمسح التمر تاعي. كما نعرفوا التمر دائما يجي فيه واحد الغبره هكذا. لهنا عندي لهنا ماء زهر، عندي بابي، ونحاول نغمسهم مليح في الماء زهر ونمسحهم ونخليهم ينشفوا مليح. لازم ما نخليوش فيهم هذاك الماء. بعد ذلك رايحه نحي لهم النواه بكل سهوله، نحاول نقسم حبه على اثنين، ما نحلهاش بزاف، ونحي لهم هذيك النواه ولا العظمه ولا كل واحد كيف يسميها، ونحطهم بجي حتى نخدموا لا فارس الاولى. بالنسبه لافارس هنا عندي 200 غرام نتاع اللوز كنت شريته هكذا مباشره من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. لهنا راني نعت لكم هذيك الشحور اللي كنت انا ديجا نخدم به من قبل، عندي كميه، ولهنا زدت خدمت كميه ثانيه لانه راح نجمع به هذا الحشو. قلت لكم عندي 200 غرام نتاع اللوز، كنت لهنا حمصته في الفرن، شريته مباشره مطحون وحمصته في الفرن حوالي 5 دقائق حتى يتغير لي هذاك اللون، ما يقعد لناش عجين. هذا ما كان. لنا راح نجمع بهذيك الشحور هذاك ولا هذيك العقده اللي كنت خدمتها معاكم. بالنسبه للكميه لهنا عندي تقريبا دات لي هذيك تاع الشحور، دات لي تقريبا 200 ولا 120 عفوا غرام من تاع الشحور اللي جمعت بها. نحن لهنا راح نجمع غير بشويه ونشوف. كما لهنا راني نجمع غير بسباتول، بعد ذلك راح نستخدم ايدي احسن باش نتاكد من لاباط هذه تكون طريه، ونحاول اني نعجنها مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات، واللوز هذاك يدخل يولي لي عجينه، ما يقعدش هذاك الشكل تاعو يولي لي ليس. هذه هي كما راكم تشوفوا، هذا هو القوام تاع عجينه السكر، عفوا عجينه اللوز. هذا هو القوام تاعها، تكون طريه وراح تحافظ على هذه الطراوه تاعها كما قلت لكم مده طويله، نقدروا نحتفظوا بهذا التمر المحشي لمده طويله. لهنا راح نوزن في كل حبه 10 غرامات. تقدروا تستعملوا اكثر على حسب حبه نتاع التمر. اذا كانت حبه تاع التمر تاعكم كبيره تقدروا تستعملوا اكثر، اذا كانت صغيره تقدروا تستعملوا اقل من 8 غرامات مش راح يجيكم التمر تاعكم باهي. من الاحسن نستخدموا 10 غرامات في كل حبه. لهنا راح نوزنهم مليح ونكورهم كامل بهذيك الطريقه، على شكل حبه تاع تمر، ونرجع لكم ان شاء الله كيف نحشيو التمر تاعنا. لهنا بعد ما كملت كورت هذا كامل تقريبا حبات تاع اللوز، لهنا راح نجي نحشي التمر. بالنسبه لطريقه الحشو اني نحط في هذيك الفاغس في التمر، ونحاول دائما اني نمسحها بهذاك لاجولي، ماشي لاجولي، بهذيك الشحور هذاك اللي كنت خدمته معكم في الاول وعجنت به اللوز. هذاك راح يعطيني واحد اللمعه للتمر، وراح يحافظ لي على هذاك القوام تاعها، يجي معسله. وفي نفس الوقت ان المكسرات هذيك اللي نحطها من الفوق راح تلصق
مع اللوز مباشرة. لهنا نحاول يعني نفيني مليح مليح الحبة تاع التمر، يعني ما نخليوش الزوائد على يعني على الجوانب، وفي نفس الوقت يعني نتاكدوا بلي هذاك الحشو يعني لصق لنا مليح في التمر. هذه يعني طريقة بزاف سهلة، وأي وحدة مهما كانت يعني مبتدئة تقدر تخدم هذا التمر المحشي. وكما قلت لكم من قبل أنه هذا أصبح مشاريع خاصة النساء الماكثات في البيت، يعني يخدموا التمر المحشي في جميع المناسبات. بالنسبة للتزيين هنا راح النوع الأول اللي درت الحشو تاع اللوز راح نزينو بالمكسرات. تشكيلة كانت عندي تشكيلة من المكسرات. بالنسبة للمكسرات لازم نحمصوهم في الفرن، يعني ما نحرقوهمش في نفس الوقت ما نخليوهمش يعني نيين باش يجي الطعم تاعهم بنين. بلا ما ننساو انه نمسحوهم بهذاك الشحور اللي كنت خدمته. كما قلت لكم راح يخلينا التمر تاعنا يبري، ويعني عنده واحد اللمعه خاصه، وفي نفس الوقت يجينا طري يعني ما ينشفش معانا. اذا هذه هي الكميه الاولى اللي كنت خدمتها بالحشو تاع اللوز. لهنا على حساب الميزان كما قلت لكم استعمل تقريبا 10 غرامات في كل حبه. لهنا راح تخرج لكم هذيك 200 غرام، راح تخرج لكم تقريبا من 35 حتى 40 حبه نتاع حشو تاع اللوز. التزيين كذلك كما قلت لكم دائما النوع تاع اللوز زينته بالمكسرات. هذا الحشو يجي بزاف بزاف بنين، صدقوني التمر هذا يعني يجيكم واحد الذوق مميز، خاصه اذا عجنتوه بالماء تاع الزهر راح تجيكم واحد النكهه بزاف مميزه. بالنسبه للنوع الثاني اللي هنا عندي كيله تاع مكسرات يكونوا محمصين ومرحيين او كوكاو عادي، عندي كيله تاع فايتين وكيله تاع بسكوي. في هذه المرحله اذا كان عندكم بسكوي تاع السبيكولوز هذاك تاع سبيكولوز تستعملوا، اذا كان ما عندكمش تستعملوا بسكوي عادي يعني يكون ما عندوش حتى نكهه، يعني البسكويت تاع الزبده اللي موالفه نستعملوه سيك. عندي كذلك الرشه تاع الملح، وضفت كيما راكم شفتوا معايا زوج مغارف كبار نتاع براليني نوازيت ولوز، هذه هي. وكذلك راح نزيد كذلك كميه من لهنا عندي كراميل لا مارك كراسيم، هذه تجي بزاف بنينه وتجي معلكه يعني مش سايحه بزاف. ضفت كذلك لهنا تقريبا ربع الكيلة او اقل شويه نتاع الشحور هذاك اللي كنت استعملته في النوع الاول. لهنا ما تخافوا ما والو، مش راح تجيكم حلوه هذيك اللي تقاهم، يجيكم بزاف هايله صدقوني، لانه البسكويت ديجا راه كما قلت لكم سيك راح يتغلب على هذيك الحلاوه. وعندي الفايتين وعندي كذلك المكسرات. هذا الحشو خطير في البنه صدقوني، كامل اللي كلاو هذاك التمر يعني كامل عجبهم، وكامل يعني قالوا لي يعني على هذه الوصفه، وكاين اللي طلبوها مني اني نشرها لكم يعني نحطها لكم لهنا في القناه. بعد ما كملت هذاك الحشو عجنته مليح، يعني لازم كامل هذوك المكونات يدخلوا مع بعض ونتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه كيما راكم تشوفوا هذا القوام. لهنا درت بنفس الطريقه 10 غرامات كنت كورتهم بهذا الشكل، يعني نكمل نحشي عادي تمر بهذه الطريقه. دائما نقول لكم اهم حاجه انه نضغط مليح في الحشو تاع التمر هكذا باش ما ينصليش من بعد الحشو وحده والتمر وحده. هذه هي. لهنا بالنسبه للتزيين راح نستعمل عده اذواق. عندي لهنا شوكولا تاع الفرامبواز، وعندي شوكولا تاع سنيكرز، وعندي كذلك هذا المونتيف تاع الورقه ولا الريشه هذا اللي متوفر في جميع المحلات، وعندي كذلك ترانسفير نتاع لهنا درت عمره نظن اسمها نظن مكتوب عمره مقبوله. المهم نتوما ديروا المونتيف اللي حسب المناسبه، يعني اذا واش المناسبه اللي متوفره عندكم. هذه هي. لنا اول حاجه كمرحله الاولى راح نبدا نخدم بالشوكولا. لهنا راح نذوب الشوكولا، شوفوا اللي يعني اللون تاعها بزاف هايل، عجبتني بزاف بزاف هذا التمر المحشي بهذا اللون. ميم الذوق تاع الفرombaز يجي بزاف هايل تاع شوكولا من نوع امباسادور. لانا بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا زدت لها لهنا تقريبا 2 مغارف، كل 100 غرام زدت 2 مغارف كبار نتاع الزيت هكذا باش يجيني القوام تاعها في اللي كيذوبوها راح تجيكم شويه متماسكه بزاف. من بعد كيزيدوا لها شويه تاع الزيت راح تطلق روحها، ونغلاصيو بها حبه تاع تمر تجي بكل سهوله. لهنا بالنسبه للكلاصاج يعني طريقه بزاف سهله. عندي هذاك العود تاع الكيردون يعني نحطه في الحبه تاع التمر هكذا باش تجيني طريقه بزاف عمليه.
ومباشرة وهي يعني قبل ما تنشف راح نحط هذوك المونتيف هذاك تاع الورقة باش يلصق على الشوكولا وهي يعني وهي طرية. دائما كما شفتوا ديك الحركة اللي راني نديرها بعد ما نحي هذاك العود تاع الشواء، راح يقعد لنا واحد الثقب في الخلفيه تاع التمره هذيك، نحاول يعني نغلقو، يعني شفت بزاف في اليوتيوب يعني ما يغلقوش، راح يجي المنظر شويه يعني صامت هكذا. انا يعني حاولت نغلقو يعني نفيني هذيك الحبه مليح مليح. بالنسبه للنوع الثاني تاع الشوكولا تاع سنيكرز زدت معها كذلك لنا تقريبا 50 غرام تاع الشوكولا امباسادور نوار، باش يجيني الذوق تاعها يعني ما تجينيش حلوه بزاف كما نعرف. الشوكولا هذيك تاع السنيكرز راح تجي فيها واحد الذوق حلاوه مع الملوحه، لانه راه ذوق سنيكرز يعني تجي شويه مالحه. زدت لها هذاك الشوكولا تاع النوار تاع امباسادور، شوفوا اللون تاعها تغير شويه يعني ما جاتنيش فاتحه بزاف، والقوام كذلك جاء بزاف هايل، والذوق ما نحكي لكم جديت واحد البنه فيه هذا التمر صدقوني قسما بالله بنه خرافيه بزاف بنين. لهنا بالطريقه نفس الطريقه تاع الكلاصاج، في كل مرحله يعني نحاول ننزع هذاك العود ونحاول نغلق هذيك الثقبه اللي كانت يعني المكان تاع العود الشواء هذاك. ولا هنا التزيين حطيت هذاك تاع الترانسفير بعد ما مليت هذاك الترانسفير بالشوكولا عادي قبل ما نزيد لها اي حاجه، وحطيته مباشره باش يعني يلصق فيه مباشره، يعني ما يصعب ما نخليهوش حتى ينشف. هذه هي يعني طريقه بزاف سهله وراح تخرج لكم عده اذواق، يعني نتوما اللي تخيروا الذوق اللي تحشيو او تزينوا به التمر، يعني لكم الاختيار، المجال مفتوح، كل وحده تحط اللمسه تاعها. بالنسبة للنوع الأخير كنت زينته بشوكولا بيضاء بذوق النوغا، كذلك اللوز كنت يعني حمصته يعني اللوز بالقشور، والناك خيدوغي في الأخير. في الحقيقة هذا النوع الأخير جا المنظر تاعو بزاف شباب، فقط مع التصوير راه شوية مش واضح. هذه كانت يعني طلبية نتاع وحدة كان عندها عمرة لأهل البيت تاعها، قالت لي يعني كيما كانت متوقعة وأكثر، قالت لي ما كانش اللي كلا حبة نتاع تمر وما عجبوش الذوق وما عجبوش الشكل، يعني الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. نتوما ثاني تهمني ارائكم، قولوا لي واش رايكم في الفيديو تاع اليوم، الوصفه تاع اليوم. حطوا لي جيم بارطاجيو الوصفه مع احبابكم واصدقائكم. نقول لكم بقاو على خير، تلاو في رواحكم، نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.